طلابنا الغاليين، طلاب اولى وثانيه ثانوي في كل مكان، اهلا بيكم. عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير. عارف انك محتاج في مواد كتير وحاسس ان البايو عامله لك ازمه؟ جبت لك الحل مع الدكتور في منصه يلا ستيب. هنشرح مع بعض منهج البايو كله. انت طالب اولى ثانوي، هتخش على المنصه يا باشا، هتلاقي نزل لك فيديو يونت 1 من المنهج بتاعك. يونت 1 ده يعتبر انت كده يا معلم معاك نص البايو في جيبك. اول حاجه تسمع فيديو الشرح، وفيديو الشرح ما تفتكرش ان هو فيديو مختصر، لا ده فيديو شرح كامل ووافي للمنهج. تاني حاجه هتسمع فيديو الاسئله، ده طبعا بعد ما تسمع الفيديو الاول وتذاكره تحل معايا الاسئله بايدك. اهم حاجه تحل بايدك، اوعى تكتفي انك تسمعني بس. هتلاقي في اسئله بعلم لك عليها، بقول لك الاسئله دي مهمه وفهمها كويس. خلصت ده نخش بقى للي بيزعلنا كلنا، هعمل لك كويز. نفترض يا دكتور معلش انا جبت درجه مش قد كده في الكويز الاول، مش مشكله، هعمل لك فرصه تاني. في الفرصه التانيه دي المره دي بقى يعني ممكن ابعت درجتك لولي امرك. لو الدرجه كويسه هبعتها له، ولو مش كويسه هبعتها له برضه. في كل الحالات هبعت له الدرجه. ده سيستم المراجعه اللي نزلناه. طب بعد كده هنمشي ازاي؟ الاجزاء الباقيه من المنهج اللي هو بدايه يونت 2 هينزل لك فيديو الشرح، وهينزل لك الواجب بتاعك. حليت يا معلم الواجب وذاكرت الحصه، قبل الحصه بتاعتك بيوم هنزل لك فيديو لحل الواجب. طب الحصه الجديده قبلها هعمل لك كويز، وبرضه درجته هتتبعت لولي امرك. فانت ما قدامكش مفر غير ان انت تذاكر كويس. هيجي واحد يقول لي طب ايه فايده الاونلاين؟ ايه الفرق بين الاونلاين والسنتر؟ هقول لك اللي انت معايا في الاونلاين هيكون في متابعه اكتر من السنتر. في الاونلاين انا معايا تفاصيلك كلها، وبقدر ابعت لولي امرك، وانت تقدر تتواصل معايا عن طريق قناه التليجرام اللي هنعملها. تقدر تبعت وانا هجاوبك بنفسي. ارقام التواصل هتلاقيها ظاهره قدامك تحت. ابعت لنا، استفسر عن اي حاجه انت عايز تسالها. ربنا معاكم يا دكاتره، وما تنساش مع الدكتور هتكون دكتور.